أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض الكانيلوني بطريقة سهلة وطعم مفيش أروع من كده، وهنعمل له حشوة لحمة مفرومة تحفة يا جماعة، وهنجهز ليه بشاميل بسيط خالص هيخلي طعمه في منتهى الجمال. والكانيلوني أكلة إيطالي مشهورة، والوصفة الأصلية بتاعتها بتتعمل بالمكرونة اللي هي بشكل اسطواني شبه المكرونة البن عندنا، بس على كبير كده. ولأنها مش متوفرة، ولو اتوفرت بتكون غالية، فحبيت أبسط لكم المكونات بتاعة الكانيلوني النهاردة ونعملها بالكريب، وبيبقى طعمها أقرب حاجة للوصفة الأصلية، وبجد بيبقى طعمها روعة. والكانيلوني بالكريب حاجة كده مش قادرة اوصف لكم جمالها، يعني ما تحسيش ابدا ان انتي بعدتي عن الوصفة الاصلية. شايفين جماله عامل ازاي؟ حاجة كده بتدوب في البق دوب يعني. اما تخلصيها كده وتاكليها، بصوا بتتقطع بكل سهولة ازاي. حاجة كده رهيبة وريحتها تجنن، مش قادرة اقول لكم. وكل الجمال ده طريقته بسيطة خالص، مش يعني مفهوش اي حاجة صعبة، ممكن اي حد مبتدئ في المطبخ يعمله. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة هنبتدي بيها الحشوة. في طاسة على النار هنحط فيها اي مادة دهنية بتفضليها، وهنحط بصلاية كبيرة مفرومة ونص من اللحمة المفرومة، وننزل اللحمة على الطاسة وهي سخنة، يعني ما تكونش باردة كده شوية، علشان اللحمة تحتفظ بالسوائل اللي فيها وما تبقاش ناشفة وتشد معانا. وبعدين هننزل ب3 فصوص وسط من الثوم مفرومين، وملح وفلفل اسود وبهارات لحمة، وورقتين من الورق اللوري او ورق الغار. ونقلب المكونات الحلوة دي كلها مع بعضيها، تمام، لحد ما يبقى لون اللحمة خلاص اللي هو وصل للون والشكل اللي هو نحس ان اللحمة نضجت فيه. تمام. هننزل بقى عليه بمعلقتين كبار من الصلصة. لو بتحبي الطماطم، يعني بتحبي عصير الطماطم، يبقى هتحطي نص كوباية. تمام. وهنقلبها بقى لحد ما تنضج تماما، يعني احنا مش هنخليها تكمل سواها في الفرن، لا هي لازم تكون استوت تماما وهي لسه ما دخلتش الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنطفي بقى عليها ونخليها على جنب، ونجهز عجينة الكريب. اول حاجة في بولة كده هنحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هنضربهم الاول كده ضرب بسيط لحد ما يندمجوا مع بعضيهم بالمضرب البيض او في الخلاط عادي، مفيش اي مشكلة. وهنضيف عليهم 3 معالق كبار من الزيت. تمام. وبعدين هنضيف عليهم 3 كوبايات من اللبن اللي هو الحليب العادي خالص، الكوبايات المعيارية او المج العادي بتاع الشاي بتاعنا. وهنضربهم بقى كويس قوي لحد ما المكونات دي كلها تندمج مع بعضها كويس قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هننزل بكوبايتين من الدقيق وعليه رشة من الملح. تمام. ويا ريت الدقيق يكون منخول كويس عشان نتأكد ان مفهوش اي تكتلات. تمام. واول ما نحط الدقيق هنقلب الاول بمضرب البيض، هنقلب بس مش هنشغله على طول، علشان لو شغلتيه على طول الدقيق كله هيتنطر بره بره البولة بتاعتنا. ونبتدي بقى نشغل المضرب الكهربائي لحد ما نحس ان اندمج كله ومفهوش اي تكتلات، ويوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. ده القوام الصح للكريب، لكل انواع الكريب، لو هتعمليه حادق لو هتعمليه حلو بيطلع مظبوط ونتيجته هايلة. هنخلصه بقى ونسيبه بقى على جنب لحد ما نحضر البشاميل. في حلة بقى على النار هنحط فيها معلقتين كبار من الزيت ومعلقتين كبار من الزبدة، وهنضيف عليهم 3 معالق كبار من الدقيق. تمام. احنا عايزينه بشاميل خفيف مش تقيل. وهنقلب بقى المكونات دي مع بعضيها كده لمدة دقيقة. وبعدين هننزل عليهم ب3 كوبايات من الحليب اللي هو المج العادي بتاعنا بتاع الشاي، او الكوباية المعيارية اللي هي 250 ملي. تمام. وهننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود، وهنقلب لحد ما نوصل للقوام الخفيف اللي انتوا شايفينه ده. هنطفي بقى عليه وهنشيله خالص من على البوتاجاز، ونخليه على جنب عبال ما نحضر الكريب بتاعنا. هنا في الطاسة بتاعة الكريب او اي طاسة عندك غير قابلة للصق، لو حسيتي ان هي ممكن تلزق ممكن تدهنيها دهنة زبدة. هنحط فيها اللي هي المعلقة الكبيرة او الكبشة بتاعة الشوربة دي، هنوحد بيها الكمية اللي هناخدها بتاعة الكريب كل مرة. هنحطها كده في الطاسة ونبتدي نميل الطاسة شمال ويمين زي ما شفتوا كده لمدة دقيقة بالظبط. أول ما اللون بتاعها يحمر بتاع الحروف
هنبتدي نقلبها الناحية التانية، وأنا كنت هنا باورّيكم الناحية التانية هي المفروض ما بتتقلبش مرّتين، هي مرّة واحدة، بس أنا حبيت أورّيكم الوش التاني بتاعها شكله إيه. وحاجة كمان بتبين لنا إن الكريب بتاعنا استوى، إن هو اللمعة اللي على الوش دي بتبقى مَط، ما بيبقاش في لمعة على الوش، نعرف كده إن هو الوش اللي على النار استوى زي ما أنتم شايفين كده. وأول ما تعمل الفقاعات اللي أنتم شايفينها دي أو الbubbles الصغيرة الكور الصغننة دي أول ما بتطلع كده يبقى هي كده استوت خلاص. وبعدين هاخرّجها على طول، لحد بقى ما نخلّص الكمية كلّها وتطلع معانا زي ما أنتم شايفين كده، شايفين طريّة إزاي ورقيقة إزاي، الكريب الأصلي ما بيبقاش تخين، بيبقى خفيف كده، تمام؟ شايفين؟ حاجة كده واو بجد تحفة، رقيق جدًا وريحته كمان جميلة أوي، أوي، أوي بجد. هنسيبه بقى على جنب كده ونبتدي نجهّز الصينية اللي هنعمل فيها الكانيلوني. دي معلقة كبيرة من الصلصة، عليها نُص معلقة من الكاتشب وملح وفلفل أسود، وبس كده. والكاتشب اللي إحنا ضايفينه ده بيعادل الطعم وبيمنع الحموضة. دي أول طبقة، وتاني طبقة هنحط شوية من البشاميل اللي إحنا عملناه، تمام؟ وبعدين هنبتدي بقى بأول كريباية هنحطها كده قدامنا، تمام، على الوش اللي إحنا حابينه، شوفي أنهي وش أنتِ حابة تشتغلي عليه واشتغلي بيه على طول، تمام، وهنحط عليها معلقتين من اللحمة المفرومة كده ونبتدي نطبّق الجناب، وبعدين ناخد طرف الكريباية كده ونرولها زي ما أنتم شايفين كده، تمام، طريقتها سهلة خالص. الطرف بقى بتاع الكريب كده هنحطه هو من تحت، دي تاني واحدة كده هاوريها لكم، هنحط اللحمة المفرومة ونقفّل الجناب، وبعدين ناخد طرف الكريب ونلفه كده زي ما أنتم شايفين، وناخد الكريباية نحط الطرف بتاعها من تحت. سهل خالص على فكرة، والكريب بتاعنا عشان مضبوط ومقاديره مضبوطة طري معانا ما اتبهدلش ولا اتقطّع، وتحفة يعني مرن معانا خالص بيتشكل بالشكل اللي إحنا عايزينه. هنا بعد ما خلّصنا الكمية كلّها هنبتدي نحط على وشّها تاني طبقة من الصلصة اللي إحنا عملناها، تمام، وبعدين هنضيف على الوش بقية البشاميل اللي إحنا عملناه. شايفين الجمال؟ وبعدين هنحط طبقة من الجبنة الموتزاريلا، أي تشكيلة جبنات عندِك ممكن تحطيها عادي خالص، وبعدين هندخّلها على فرن درجة حرارة 180 أو وسط، وهنشغّل الفرن من فوق ومن تحت، أول ما تاخد لون نبتدي نهدّي عليها النار دقيقتين 3 بعد ما تاخد اللون ونطفّي عليها ونطلّعها، وهتبقى بالشكل الروعة اللي أنتم شايفينه ده. حاجة كده ما لهاش حل في جمالها وفي ريحتها وفي كل حاجة. الكانيلوني من أجمل الأكلات القريبة جدًا لقلبي، فباعملها بحُب، وطريقتها كمان اللي بالباستا اللي هي المكرونة الأصلية بيبقى طعمها كمان جميل، بس والله يا جماعة طريقتها بالكريب ما بتفرقش كتير خالص عن الطريقة الأصلية. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. ومع ألف سلامة.